البعض منا يرى إنسان قد يكون في منصب رفيع، قد يكون إنسان وجيه، قد يكون أمير، ملك، رئيس، وزير، إنسان ذو مال وفير، إنسان المهم عنده يعني أشياء كثيرة متوفر له، لكن ما يعرف هذا الإنسان أن هذا البشر ولا هذا الإنسان الضعيف في داخله ضعف، قد يكون كسر، قد يكون مكسور الخاطر، قد يكون يعاني من مشكلة نفسية ولا عاطفية، ولا يعاني من ضيق، ولا يعاني من تعب داخلي. وهذا أصعب شعور، أن الإنسان يحس بتعب داخلي يمكن ما يقدر يتحمله عمره 40، عمره 50، 60، 70، كل إنسان. وهذا هذا الشعور ما يدور حب أو يتسول حب أو يبي اهتمام ولا يبي، لا لا لا، ولا حتى فرح. هذا الإنسان يتمنى بهذه اللحظة، هو اللي يملك الدنيا وما فيها، يتمنى في لحظة أن يعود طفل بريء، ما يحمل هموم ولا مثقل بالهموم، ولا يفكر بأعباء الدنيا وهموم الدنيا، واليوم قطيعة البعض، ولا اليوم هجر حبيب أو صد أقارب، أو اليوم حتى أبناء يهملون. هذا الإنسان يتمنى للحظة أن يكون طفل، طفل طفل بريء، طفل يلعب يلهو ولا يعرف شيء عن المستقبل، ولا علاقة في الماضي، ولا عنده مشاكل يفكر فيها، ولا هم. التعب مرض. قد يكون الإنسان يعني صحيح ما في شيء بجسمه، ما هو عليل، ما هو مريض، ولكن التعب الداخلي هذه كارثة. يروح الطبيب يقول له دكتور ما فيك شيء، يروح دكتور نفسي يقول له ما فيك شيء، لكن هو متعب من الداخل. وهذا هذه بداية انهيار الإنسان. لذلك لا تشوفون الإنسان تغترون فيه بلبسه، بطريقته، بمركزه، بمكانته، وتقول والله ما في شيء. لا لا، ما تدرون شنو دواخل البشر من الداخل. ساعات يتكلم ويتلمس بوجوه الناس، ولا بعلاقاته مع بعض الناس، يتوسم خير، يبحث عن السلام، ما يبحث عن الحب، ما يبحث اليوم عن نزوة ولا عن خطأ ولا عن شيء، لا، يبحث عن السلام الداخلي. فاليوم خلونا نتحمل بعضنا بعض. ترى هذا الشعور مزعج ومتعب وينهي الإنسان، فخلونا ما يخالف. كل واحد فينا لو يشوف إنسان لربع ساعة، نص ساعة، يحتوي الآخر، يحتويه، يعطيه مساحة بأنه يستمع، يصير كأنه دكتور نفسي، اسمع لهذا الإنسان، لشكوى هذا الإنسان. وفي بعض الناس عندهم احنا نقول نوع من أيضا ما يحب يثقل على الآخرين، فهذا شعور داخلي، فياكل بقلبه، ياكل بقلبه. يعني كثير البشر عندهم تعب داخلي وهم منهارين، ولكن ما يظهرون أمام الآخرين. فلذلك يعني خلونا دائما ما نثقل على الناس ونشكو لهم، خلونا نستمع أكثر ما نشكو. وجميل أن هذا المجتمع يتكاتف ويسمع بعضنا بعض ويحنو بعضنا على بعض.